الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد السفينه فضائيه نازلين بها العلماء وفيها 4 المخلوقات فضائيه جابوهم معاهم باش يديروا عليهم التجارب العلميه، ولكن لسوء الحظ السفينه انفجرت وماتوا جميع الركاب اللي فيها الا رائد فضاء واحد اللي عاش بعد ما دخل في الجسم ديالو واحد من دوك الكائنات الفضائيه ونقضوا. ومن بعد جات الاسعاف باش يديوه للسبيطار، ولكن الكائن اللي فيه قتل الشيفور بطريقه وحشيه ودخل في الجسم ديال الممرضه وفي الاخر قلب الطوموبيل. وشويه الممرضه خرجت من الطوموبيل وبدات كتشافى من الجروح اللي فيها ومشات في الاتجاه ديال شركه لايف الفضائيه. وهذا هو العالم دريك، هو مول شركه لايف، وهو اللي جاب معاه هاد الكائنات من الفضاء حيت عنده شي افكار غريبه بزاف وباغي يدمج الانسان مع الكائنات الفضائيه باش يقدر الانسان يعيش في الفضاء. نخليو هادشي كامل ونمشيو عند الصحفي ايدي اللي عاد فاق من النعاس، وهذه اللي معاه خطيبته ان. الصحفي ايدي مشهور بزاف بسبب الخدمه النقيه ديالو في مجال الصحافه وديما كيكون حاضر في اهم الاحداث. داكشي علاش كلفوا المدير ديالو باش يمشي يتلاقى مع العالم دريك ويدير معاه لقاء صحفي، ولكن ايدي ما بغاش حيت العالم دريك الاعمال ديالو مشبوهه بسبب التجارب الغريبه اللي كيدير. ولكن في الاخر المدير قدر يقنعو باش يمشي. ومن بعد ايدي مشى عند خطيبته ان وخلاها حتى دخلت للدوش وهو يدخل ليها البيسي ديالها وجمع بزاف د المعلومات على شركه لايف حيت خطيبته خدامه في نفس الشركه. والغد مشى عند دريك للشركه باش يدير معاه لقاء صحفي وبقى كيسول فيه على المشاريع ديالهم اللي كيديروا حول الفضاء. ولكن في الاخر ايدي خربقها وبدا كيسول فيه على التجارب المشبوهه اللي كيدير على البشر، ودريك طلع ليه الدم وما بغاش يكمل معاه اللقاء الصحفي وجرى عليه. ومن بعد ايدي جرى عليه المدير من الخدمه بسبب هاد الروينه اللي دار مع دريك، وانت هي جرى عليها دريك من الشركه حيت عاقب ايدي جاب المعلومات السريه من البيسي ديالها. داكشي علاش ان كعت عليه حيت استغلها وخرج ليها على خدمتها. من بعد ايام قليله ايدي ولات حياته كحله ودمر راسو براسو وما بقى لاقي لا خدمه ولا خطيبه. وفي نفس الوقت كان دريك كيتصفح الكائنات الفضائيه اللي جاب، وكان العدد ديالهم 4 ولكن لقى غير 3، واحد كان ديجا دخل في الجسم ديال الممرضه كيف ما شفنا في الاول ديال الفيلم. وشويه دريك والعالمه دورا بداو التجارب وقدروا باش يدخلوا الكائنات الفضائيه في الجسم ديال الارنب، ودريك طلب من دورا باش تبدا هاد التجارب على الانسان. وكانوا عندهم بزاف ديال المتشردين وبداو كيديروا عليهم التجارب، ولكن الكائن الفضائي ما كيبغيش يندمج معاهم وفي الاخر كيقتلهم. وفين ما كيموت شي متشرد كيجيب متشرد اخر بحال فئران التجارب. والعالمه دورا ما كانش عاجبها هادشي حيت كيبان ليها ماشي انساني. ومن بعد مشات عند ايدي وطلبات منه باش يتعاونوا ويفضحوا دريك والتجارب اللي كيدير حيت عارفه ايدي ما كيحملوش وغيعاونها. ولكن ايدي ما بغاش وقال لها انا وياك ما نقدروش على دريك، ديجا هو دمر لي حياتي وحرش عليا المدير تطردني من الخدمه وخطيبتي تفارقات معايا بسبب. من بعد هادشي ايدي مشى لدار خطيبته باش يحاول يتصالح معاها، ولكن تلاقى معاها وهي راجعه مع خطيبها الجديد اللي سميتو الدكتور لويس. هادشي غيمرض ايدي بزاف وحياته موقع عندها معنى. العالم دريك خرج عليه بمعنى الكلمه ودمر ليه حياته كامله. هادشي اللي غيخلي ايدي يسحر عليه وبدا كيفكر في الانتقام منه، وهو اتصل بالدكتوره دورا وقال لها نتلاقاو باش نفضحوا دريك بجوج. ومن بعد تلاقاو ودخلته بالتخبيه للشركه وصور كاع المتشردين اللي دار عليهم دريك التجارب. ومن سالو بغى يخرج سمع واحد البنت كيعرفها كتغوت عليه وهرس الدجاج باش ينقذها، ولكن تلاحت عليه وهكا الكائن الفضائي تخليه في الجسم ديالو. وشويه السيكوريتي سمعوا الصداع وبداو جايين ليه، ولكن هرب ليهم وبدا كيجري بطريقه خارقه وجات فيه شحال من قرطاسه ولكن ما كيحس بوالو حيت ولات عنده واحد القوه كبيره عطاها ليه الكائن اللي تخليه في الجسم ديالو. وفاش وصل للدار حس بالعطش والجوع بزاف وحتى ماكلته ولات بحال شي حيوان. وفاش دخل الدوش تصدم واول مره غيشوف المخلوق الفضائي فينوم مسخف. ومن بعد اتصل بان باش يتلاقى معاها وقال لها على داكشي اللي صور وهي تقول لي جي عندي المطعم. وفاش وصل عندها كانت مع خطيبها لويس وبدا ايدي كيتصرف بشكل غريب والحراره ديالو كانت طالعه. داكشي علاش تلح في الاكواريوم وجا المدير ديال المطعم باش يجري عليه، ولكن الدكتور لويس وقفو وقال لي هذا راه المريض ديالي وعنده واحد النوع من الجنون. ومن بعد داه معاه العياده ديالو باش يشوف شنو عنده، وغير دخلوا لغرفه الرنين المغناطيسي ايدي بدا كيترعد كامل حيت فينوم بغى يخرج منه بسبب الصوت المرتفع بزاف. لحقاش هذا الكائن الصوت العالي هو نقطه الضعف ديالو. ومن بعد الدكتور لويس قال لي راه ما عندك والو، تسنى حتى الغدا يوصلوا لنا النتائج ديال الفحص عاد نتاكدوا 100%. والغد اتصل به لويس وان وقالوا لي راه عندك شي طفيله في الجسم ديالك. وايدي ما قدرش يكمل الهضره بسبب الموسيقى المجهده اللي طالقها جارو، وهو يمشي ليه وطلب منه باش ينقص الصوت ولكن جارو ما تسوقش ليه. وهنا ايدي تعصب وخرج الوجه ديال فينوم وجارو كان غيسكت ليه القلب مني شافو. وفي الجهه الاخرى العالم دريك عاقب الدكتوره دورا كتعاون مع ايدي باش يفضحوه وسد عليها في المختبر باش الكائن الفضائي قتلها. ونرجعوا عند ايدي اللي مازال كيعاني مع فينوم وشويه سمع الدقان وقال لي فينوم ما تحلش الباب، ولكن ايدي غيحلو ودخلت العصابه ديال دريك باش يقتلوه. وايدي هز يديه باش يستسلم ولكن فينوم ما بغاش وهو يبدا يفرشخ فيهم واحد واحد ونقز من الشرجم وتا هما ما كيتفكوش وبقاو تابعينه. ولكن فينوم رجعوا انسان خارق كيسوق بطريقه واعره بزاف وبقاو كيتيريو فيه وحتى قرطاسه ما كتجي فيه حتى الاخر ودخل فيه واحد بالطوموبيل وقدروا باش يشدوه. ولكن فينوم ما كيعرفش شنو هو الاستسلام وشد خونا وضربوه وطير ليه راسو وفرشخ كاع الطوموبيلات وهرب. ونرجعوا عند العالم دريك اللي ما بقى عنده حتى مخلوق فضائي بعد ما ماتوا ليه كاملين في التجارب وبقاو غير جوج، واحد هو اللي هرب فاش انفجرت السفينه والاخر هو اللي دخل في الجسم ديال ايدي. داكشي علاش طلب من الرجال ديالو يجيبوا لي
ديال ايدي حي باش يخرج منه الكائن فينوم. وفي هاد اللحظه ايدي كان غادي عند المدير السابق ديالو باش يعطيه التصاور اللي صور في المختبرات ديال دريك، وطلع من الفوق ودخل البيرو وحط ليه ورقه فيها كل شيء. ولكن جا الجيش وبغاو يشدوه وايدي كان باغي يستسلم، ولكن فينوم ما بغاش وهو يتحول بالزربه وبدا كيطير فيهم بحال شي لعبه. وواخا عياو يتيروا فيه ما قدروش يوقفوه بسبب القوه الكبيره اللي ولات عنده. وفي الاخر بقى ليه جندي واحد وهزو باش ياكلو، ولكن تصدم من القاء كتشوف فيه ومصدومه من هذا التحول اللي وقع عليه، وطلبت منه باش يمشي معاها عند الدكتور لويس باش يتخلص من هذا الكائن الغريب اللي تخليه في الجسم ديالو. ونرجعوا عند دريك اللي كان كيتسارى في المختبر وهي تخرج واحد البنت صغيره وقربت حداه وقتلاته، وكان داخل في هذاك الكائن الفضائي اللي كان هرب فاش انفجرت السفينه. والاسم ديال هذا الكائن هو ريوت، وهو القائد ديال الكائنات الفضائيه كاملين. ونمشيو عند ايدي اللي كيتغاوت مع الدكتور لويس حيت ما بغاش يدير الفحص. وفينوم تعصب بزاف وهو يشد لويس باش يقتلو، ولكن خدمت جرس الانذار بصوت عالي وفينوم بدا كيخرج من الجسم ديال ايدي. وفي الاخر هرب من فتحه التهويه ودخل في واحد الكلب كان تماك. وايدي كان يلا بغى يخرج من السبيطار وشدوه الرجال ديال دريك وخضروه وداوه معاهم، عرفاتهم هما اللي خطفوه واندمجات مع فينوم وتبعاتو باش تنقضوا. ومن بعد ايدي وصلوا عند دريك وبدا كيسول فيه على فينوم فين كاين، ولكن ايدي ما بغاش يقول ليه. ودريك تحول لكائن ريوت باش يخلعو، ولكن ايدي ما عقلش عليه. ودريك قال لهم ديوه للغابه وعطيوه شي سلخه مزيان تيعترف. وريوت قال لدريك الا قدرنا نلقاو فينوم غنتعاون انا وياك ونطلعوا للفضاء ونجيبوا الكائنات الاخرين ونسيطروا على الكره الارضيه كامله. وفي هذه اللحظه كان ايدي كياكل العصا وكانوا باغيين يقتلوه، ولكن جات انو في الجسم ديالها فينوم ونقذوه، ودخل فينوم في الجسم ديالو مره اخرى. ومشاو بجوج باش يوقفوا دريك باش ما يطلعش للفضاء ويجيب كائنات اخرين. وفينوم قال لايدي خاصنا نوقفوه ضروري حيت عجبني بزاف كوكب الارض وما بغيتوش يتدمر باش نبقى عايش فيه. وفي نفس اللحظه كان دريك كيستعد باش يقلع بالسفينه الفضائيه ديالو، ولكن واحد العالم عاقب دريك وبغى يوقف السفينه، ولكن دريك حتى هو عاق به وصفاها ليه وصفاها لكاع العلماء الاخرين، ومشى كيجري باش يطلع في السفينه الفضائيه. ولكن فينوم شافو وجا ليه بالزربه ومنعو، وبقاو كيتقاتلوا مع بعضياتهم في معركه كبيره بزاف تفوق فيها ريوك على فينوم وكان باغي يصفيها ليه. ولكن في هذه اللحظه وصلت للشركه وشافت المقاتله اللي كيتقاتلوا بجوج وهي تخدم جرس الانذار بالجهد، والكائنات انفصلوا على ايدي ودريك وبداو طايحين بجوج من الفوق. ولكن ريوت بالزربه اندمج مع دريك وهو قتل ايدي اللي كان هارب وركب بالزربه في السفينه باش يهرب. وفي اللحظه اللي كان فيها ايدي كيحتضر جا فينوم بالزربه واندمج معاه وعالجو، ومشى نيشان للسفينه باش يمنع دريك وطلع فيها وفجرها قبل ما تطلع، وهكا انفجرت وانفجر معها دريك وريوت. وهكا سالت المعركه ومات العالم دريك والكائن ريوت، وايدي بقى عايش هو وفينوم. والغد ايدي كانوا كيهضروا وقال لها فينوم مات البارح في المعركه وانا دابا ما وقع عندي حتى كائن عايش في الجسم ديالي. ومن يتفارق معها بدا غادي للدار وغنعرفوا باللي غير كذب عليها وفينوم باقي عايش في الجسم ديالو. وفي الاخر ديال الفيلم كنشوفوا الحكومه دارت شراكه مع ايدي باش يحقق في القضايا الغامضه، ومشى عند واحد القاتل متسلسل وبدا كيحقق معاه وقال لي القاتل غنخرج من هنا في اقرب وقت وغندير الرعب في السكان كاملين. وهذه غتكون هي القصه ديال الجزء الثاني ديالنا ان شاء الله. حتى لهنا وصلنا لنهايه الفيلم. اذا عجبكم الملخص ديروا لايك واشتركوا في قناه مول الافلام، وهذه ملخصات افلام اخرى ممكن تشوفوها.